في الميدان الرياضي جرت هذا اليوم منافسات اليوم الرابع والأخير من الدور الإقصائي لجائزة الحسن الثاني للفروسية التقليدية التبوريدة. تأهل على إثرها 10 سربات في صنف الكبار وسربة واحدة عن صنف الشبان. في المتابعة قائمة بالعشي حسن فزغطي وفيصل أمجد. كرست النتائج النهائية لليوم الأخير من الدور الإقصائي تألق سربة المقدمة بدر زريزة عن جهة الدار البيضاء ستات. أنهت التبري في المرتبة الأولى. من أصل 6 سربات أقصيت سربة واحدة، والأمر يتعلق هنا بسربة المقدم أمين سميح عن جهة الدار البيضاء ستات. جهة الدار البيضاء ستات بصمت عن تميز استثنائي في هذه البطولة على مستوى فئة الكبار بتأهل 3 سربات. الأمر يتعلق هنا بسربة المقدم رشيد سيكاس التي احتلت المرتبة الأولى في الترتيب العام، إلى جانب سربة المقدم محمد عاد وسربة الطيبي الحديوي. بالنسبة لجهة مراكش آسفي تأهلت سربة حميد سرفاق إلى جانب سربة شاف البحراوي. بالنسبة للجهة الشرقية إنجاز غير مسبوق لسربة المقدم علي حيحي التي تشارك لأول مرة وتمكنت من التأهل الدور النهائي. تمثل عمالة قرسيف إلى جانبه سربة شكير كللي عن عمالة وجدة أنقاد. سربة المقدم إبراهيم الناصحي عن جهة قلميم ودنون الأكثر حضورا بدار السلام تمكنت هي الأخرى من حج تذكرة المرور إلى الدور النهائي. من بين أبطال المغرب والذين تأهلوا للدور النهائي نذكر هنا سربة عبد الغني بن خدة عن جهة بني ملال أخنفرة. عنصر التشويق والإثارة كان حاضرا هذا اليوم. سربة المقدم محمد السكات عن عمالة الخميسات حجزت لها مقعدا في الأدوار النهائية. في الختام تم توزيع جوائز تشجيعية على السربات ال8 التي أقصيت، ومن بينها سربة البشير ماهير عن جهة الدار البيضاء ستات والتي فازت بلقب البطولة سنة 2022، وسربة دحمال حسناوي عن الجهة الشرقية الفائزة باللقب سنة 2021. غدا يوم راحة تتابع المنافسات يوم السبت القادم.